فخامة العيد بقى، فخامة العيد وشياكة العيد بتتمثّل في صينية السابليه اللي إحنا بنقدّمها. هنعمل مع بعض كل أسرار السابليه وتزيينه، بس السابليه مش اللي هو الأوفر أوي اللي بيكلّف 10.000 جنيه، هنزيّنه بشكل شيك بس في نفس الوقت بسيط ولذيذ وجديد. تابعوني بقى عشان نعرف كمان الفرق ما بين عجينة السابليه اللي بالبيض وعجينة السابليه اللي من غير بيض اللي كلّكم بتسألوا عنها. تابعوني ونعرف إيه الفرق ما بينهم. أول حاجة معايا 500 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، 750 دقيق، و250 سكر. أنا هنا استخدمت الكبة لأن عشان أقول لكم إن ينفع نستخدمها. باضرب الأول الزبدة مع السكر لحد ما الخليط يهيش خالص وابتدي أنزل بالدقيق. أنا بس هانزل هنا بشوية دقيق تلف معايا شوية الكبة، وبعد كده إيه خلاص أنا سِبت شوية من الدقيق كده على جنب عشان إحنا هنقسم الخليط نُصّين نعمله نُص شوكولات ونُص فانيليا. وطبعًا استخدمت أسانس الحليب اللي هو كان الراعي الرسمي معانا المرّة دي في كل نوامي العيد ما عدا الكحك. بنبتدي يا دوب نلِم بس المكونات. الجزء التاني بقى فصلته نُصّين، هاحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام. بُصّوا العجينة هنا طرية، وهاضيف كمان معلقتين من الدقيق اللي إحنا كنا سايبينهم على جنب. هنا بقى لو عجننا نعجن عادي ما فيش مشكلة لإن معيش سوايل. باجيب قطعة كده من العجينة بتاعتي بتبقى طرية وهشة خالص، بافردها ما بين كيسين تلاجة مش ما بين ورق زبدة عشان ما تمتصش الدهون. القطّاعات بتاعتنا بقى بنبتدي نقطّع الأشكال اللي إحنا عايزينها. طيب إيه الفرق ما بين عجينة السابليه اللي بالبيض واللي من غير بيض؟ اللي بالبيض بتكون فيها قطمة شوية كده، قرشة شوية، ميّالة شوية للبسكوت والبيتي فور. طيب اللي من غير بيض بتكون ناعمة جدًا وهشة جدًا وطعمها مختلف شوية عن اللي هي بالبيض. الاتنين حلوين والاتنين ناجحين، بس اللي من غير بيض بتكون أنعم. بنقدر نتحكم في العجينة بسهولة، مش بنقلق من العجن بتاعها خصوصًا لو إحنا مبتدئين عشان ما فيهاش سوايل. بابتدي أقطّعها بالقطّاعات وأرصّها في سيجان وأدخّلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني لحد ما تاخد اللون الدهبي التحفة اللي من تحت ده. وعملت كمان قوالب التارت الصغيّرة، حطيتها وخرّمتها بالشوكة ودخّلتها معاهم الفرن. بعد ما بِرِد بقى تمامًا هابتدي بقى أزيّن بchocolate dark وحليب وchocolate white، جوز هند بقى. هنا بقى في الحشوات نقدر نحشي بسبريدات. ده هنا نوتيلا أبيض. بابتدي أحشي، هنعمل أول شكل اللي هو شبيه الرافايلو. بابتدي أحط الجزء بتاعي في الشوكولات الأبيض وبعد كده في جوز الهند، وبعد كده بقى باقفّل الطبقة التانية اللي أنا حطيت ما بينها سبريد نوتيلا أبيض. حطّي سبريد لوتس، بيستاشيو، أي سبريدات أنتِ عايزاها في السابليه ينفع إن إحنا نحطها. هنا بقى حطيت نوتيلا بُني وقفّلتها وهابتدي بقى أدخّلها كلّها مثلًا إيه في الchocolate. حابة تعملي الجزء اللي هو المفتوح من النُص ده وترشّيه سُكّر بودرة وتحشيه مربى الشكل اللي هو التقليدي بتاع السابليه، أوكي. بس إحنا هنا حاولنا نجدد شوية في الأشكال، بس في نفس الوقت مش هنعمل الأشكال الأوفر اللي كلّها حشوات، لإن هي أولًا صراحةً بتكون غالية جدًا ومكلفة في الحشوات وخصوصًا لو بتطلّعوها أوردرات. تاني حاجة مُتعبة وبتاخد وقت كبير. تالت حاجة لمّا بتيجي تتاكل بيبقى السُكّر بتاعها over والحشوات بتاعها over فمش أي حد هيحبها. المولد دوّة ابتديت أحط فيه الشوكولاتة الخام كده زي ما هي، وسِبتها تجمد شوية وطلّعتها. ابتديت إن أنا أزيّن بيها كده من فوق وحدات السابليه. طبعًا حطّوا التزيين اللي أنتم عايزينه. بالنسبة لهنا بقى هنبتدي زي ما اتفقنا، السبريدات نحشي بيها عادي خالص ما فيش أي مشكلة. ده الجزء اللي هو كان مفتوح من فوق. حابين بقى هنا بقى جِبت جيلي التلميع على البارد وحطيت فيه شوية من ورق الدهب القابل للأكل وقلّبتهم مع بعض، وابتديت إن أنا أحط كده شوية فوق قطعة السابليه من فوق بحيث إن هي تدّيني الشكل اللذيذ دوّة، اللي هي اللمعة مع الحاجات الدهبي. ممكن نحط كمان جليتر. بالنسبة لوردات السابليه دي لازم نحطها الأول رشة شوكولاتة علشان الحشوة ما تطريهاش، وكلوا أحلى سابليه.